بدأ بالأقباط. طرد كل الموظفين الأقباط اللي كانوا شغالين في الحكومة، وقال بالحرف: أمرنا بإخراج كل نصراني من الدواوين إلا من أظهر الإسلام. وفرض عليهم من تاني إنهم يلبسوا الزنار، وده حزام كده كان مفروض على المسيحيين واليهود إنهم يلفوه حوالين وسطهم بلون مميز عشان يتعرفوا. وأي كنيسة اتبنت بدون تصريح أيام الميغا الفاطمية هدها، والجزية اتضاعفت لدرجة إن ساويرس بن المقفع في تاريخ البطاركة بيقول إن الستات كانت بتبيع ذهبها عشان يقدروا يدفعوا الجزية، واللي رفض يدفع اتهموا بالتمرد وولع فيه هو وبلده، زي ما حصل مع تمرد أقباط أسيوط وتمرد قفط. صلاح الدين مسح شيعة مصر بأستيكة وحجب نفوذ الأقباط لدرجة إن معظمهم اتحول للإسلام، وافتكر إن الطريق في مصر اتفرش له ورد وزحاليق